بياخد طول السنه سولار، يعني طول السنه بيتروى بسولار، سواء من مكن بيتر سواء من مكن مجموعه، هو عايز جاز. فالجاز بيوصل اوقات يجيبوه والله العظيم وصلت ان هم جابوها ب 50 جنيه الصفيحه، يعني هي امبارح جايبينها ب 40، يعني اسمها هوت شويه عشان الرز الضم، وبدات الناس بقى شغل الوبرات والحرث والحاجات دي، فبدات تهوي شويه بقت ب 40 جنيه. وبنيجي نقول لاي بنزيمه يا بنزيمه ما ينفعش كده، هنروح يقولوا روحوا للمرسي، خلوا المرسي يجي يرخصه لكم. هي دي الكلمه اللي موجوده في جميع البنزيمات بتاع او المجيزه بتاعت القرى والمدن والمحافظات كلها، كلمه روحوا للمرسي يحلها لكم، المرسي اللي يحل لكم، المرسي اللي يجيب لكم. والمرسي ما ولا حاسس بينا، المرسي عمال يجري في بلاد العالم ولا حاسس بالفلاحين ولا حاسس بالغلابه. وعلى فكره احنا قعدنا معاه قبل الانتخابات وقال انا فلاح وابويا فلاح والفلاح في قلب، وساعه ما هنجح اطلبكم ونقعد سوا. ومع كده رحنا قصر عابدين وقدمنا اكتر من طلب عشان نقابله وناخد حقنا، بس بالوعد اللي هو وعده لنا ما سمعش، ما ولا اكننا بعتنا له ولا اكننا شفناه قبل كده ولا هو شافنا. يعني احنا بنطالبه بانه يبص للناس الفلاحين الغلابه، لان الفلاحين دول هي بدايه الحلقه بتاع الاقتصاد القومي. وانا قبل كده قلتها مليون مره ان الفلاح ارتاح الاقتصاد القومي بتاع مصر كله هيرتاح، لان هي حلقه داير بدايتها الفلاح ما ارتاحش ما فيش حاجه مرتاح. والنهضه كانت بتقول السولر والعيش والحريه والعداله الاجتماعيه، لا فيه عيش ولا فيه حريه ولا فيه عداله. العيش هنا 10 ترغيفه صغيرين كده هوت كل يومين كل بيت ياخد 10 ترغيفه، يعملوا ايه لاسره مكونه مثلا من 7 8 افراد 10 ترغيفه. يعني الحاج الفلاح اللي قال لك احنا بنخبز، بعض الناس بيخبزوا انما مش كل الناس بتخبز، وبيعيشوا بقى على الرز وعلى الكم رغيف اللي هم بياخدوهم دول. الامن القمح على الامن مشكله الامن ما فيش امن. ما البلطجيه كل يوم والتاني هم على الطريق بيثبتوا عربيات وبيثبتوا موتوسيكلات ويثبتوا اي حد ماشي كده اهوت وياخدوا الفلوس اللي في جيبه والموبايلات والحاجات دي. امن ما فيش امن. قبل كده برضو قلنا يا شرطه ملناش دعوه باي حاجه في الدوله، انت جايه لحمايه الوطن والمواطنين، اشتغلي في حمايه الوطن والمواطنين، ما تعمليش ده. هم الوقت بياخدوا مننا طار ان الثوره دي الامن بياخد الطار، كل ما تيجي تروح تبلغي عن حاجه في المركز يقول لك روحوا للثور. طب روحوا كلوا بعد ما تبقوا تخلصوا على بعض نبقى نيجي نشوف. يعني ما فيش امن، لا امن ولا امان ولا اكل ولا شرب ولا اسعار حلوه ولا اي حاجه. الناس تعمل ايه؟ الناس تعبت بجد والله. طب تقييمك ل 100 يوم ايه اللي اتنفذ منهم؟ انا شايفه ان ما تنفذش الا انه بتفسح في بلاد العالم، ولا 100 يوم كمان ولا 100 شهر ولا 100 سنه بالطريقه ديت حاجه هتتحل. ولا النهضه ده ما هو اتضح ان هي مش نهضه، عادت مشروع فكري، مشروع جديد اكتر من مش حل ال 100 يوم. لا في مشاكل جديده عنك علينا. اتكلمنا يعني برضه حضرتك ايه؟ حضرتك بتشتغل ايه؟ انا مدير مدرسه. مدرسه ايه؟ مدرسه مستقبل الابتدائي في تكريس. ايوه حضرتك ايه مع الامن والحاجات امن مين؟ مشاكل ذات ايام مبارك كانت غلطه، وانا حزين ان انا بقول دي. ايام مبارك ما شفنا الازمات الطحنه دي لا في العيش ولا في البوتاجاز ولا في الجاز ولا في النيله دي. مش 100 يوم يصلح فيهم، لا بقينا اكتر وساخه من قبل الثوره. الزباله بقت لغايه رقابينا، مش لاقيين جاز. ازمه الجاز كانت بتقعد يوم واثنين وثلاثه، الوقت طول السنه هي والبنزين. وفي مشكله لو حضرتك زادت مش 100 يوم انجز فيهم حاجه، لا اتلبست اكتر، زادت المشاكل اكتر، وده كله ملموس ومتشاهد. وبتوع الشرطه فعلا بياخدوا بطارهم من الناس. روحوا شوفوا الثوره عملت لكم ايه، انتوا اللي عملتوها في نفسكم. مش فاهم، انا مش فاهم. بوعد ب 100 يوم ان احنا نصلح فيهم، لا بتتعقد قد ما كانت متعقده 100 مره. الزباله زادت، ازمات البنزين زادت، ازمات البوتاجاز زادت، ازمات العيش زادت. كل اللي قال انه هيحله ازماته زادت 10 اضعاف، مش اتحلت. الاداء بتاعهم
اداء ما فيش اداء، انا مش شايف اداء خالص. انا طب شايف مش ممكن انا شايف تعقيد. لو ندينا له فرصه يعني ممكن تتحل، نديله فرصه قد ايه؟ هو قال لي لا، هو ادى لنفسه 100 يوم. انا بالمنظر اللي انا شايفه ده لو نوى على الحل فعلا عايز 20 سنه، لانهم لو الدنيا اتلعبكت اكتر من الاول. انا حزين جدا ان انا بقول ايام مبارك كانت احسن. حزين جدا ان انا بقول ايام مبارك كانت احسن، بقول دي وانا متقطع من جوه، لان كنت متوقع ان ثوره تقوم، ناس تمسك البلد هتبقى انضف شويه. ايوه اتعقدت اكتر. حضرتك ثورة 52 ثورة جمال عبد الناصر في شهرين 2 كل الناس حست بالأمن والأمان، الأرض اتوزعت والأغنياء جاي منها فلوسها اتوزعت على الفقراء والدنيا اتظبطت في خلال شهرين. دلوقتي بقى بعد الثورة دي ما فيش حاجة اتحلت، وبعد الانتخابات دي اللي زاد مع ال 100 يوم بقى إن الإخوان الوقت هم اللي بيتحكموا فينا، الصغير قبل الكبير، دلوقتي بيتحكموا كلهم كأنهم هم كلهم الرئيس. ان هم كلهم الرئيس، مش الرئيس مرسي. الرئيس مرسي ده بتاعهم لوحدهم، بتاع الاخوان لوحده، وهم كلهم بيعاملونا ان هم الرؤساء. انما المرسي مش رئيس شعب، ده رئيس الاخوان لوحده. احنا عايزين رئيس شعب، رئيس يفهمنا، رئيس يجري ورا الفلاحين يشوف مصالحهم، ورا العمال، ورا الناس الغلابه الكادحه دي. المشاكل بتاعتكم انا شايفه ان في قش رز بيتحرق هناك اهو. ايوه لان الناس اهو